الإنسان لا يتخيل مدى القوة الموجودة في الاستغفار، وأنت تستغفر الله تعالى بأي صيغة تريدها. ربي اغفر لي وتب علي، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، استغفر الله استغفر الله استغفر الله. وأنت تستغفر الله تعالى، ضع في قلبك هذه الثلاث نيات ولا تسألني كيف تغيرت حياتك 180 درجة للأفضل. أولا، الاستغفار على نية فك التعلق من أي شيء دنيوي. تستغفر وأنت تستذكر خيبات الماضي التي تحاول تجاوزها، تستغفر وأنت تستذكر حبك وتعلقك بأمور لا تعرف إن كانت من نصيبك أو لا. فارق هذا التعلق بالاستغفار. ثانيا، الاستغفار على نية القوة والتيسير. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. الاستغفار بنية القوة يرفعك من القلق والخوف الذي كنت فيه، فعندما تستغفر بهذه النية يفتح الله لك أبوابا من التيسير لم تكن تتوقعها، ويعطيك القوة لمواجهة هذا العالم. أخيرا، الاستغفار بنية محو الذنوب المعروفة وغير المعروفة. في فراغات بالقلب يتغذى عليه الشيطان، هي عبارة عن ذكريات تضعف الإنسان وتعيده لنقطة الصفر. فكلما استغفرت أكثر يملأ الله تعالى هذه الفراغات بنور ذكرك وتوبتك له، ولن تحصي أبواب التيسير بعدها أبدا. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا.